اهلا بيكم اجمد واشك رجاله في الدنيا. معكم محمد سليم. لو دي اول مره تشوفوني اعملوا سبسكرايب وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم اشعار بالفيديوهات الجديده اول ما تنزل، وادخل خد لفه في القناه وشوف المحتوى اللي بقدمه وان شاء الله يعجبك. ومع بدايه السنه الجديده رجعنا نصور تاني. كل سنه وانتم طيبين ويا رب سنه سعيده عليكم وتكون سنه كلها خير وتكون احسن من 2022. على الرغم ان اغلب البنوك العالميه بتتوقع ان 2023 هتبقى اصعب، بس خلينا متفائلين خير. بقالي كتير بعيد عن القناه وتصوير الفيديوهات وقررت ان ارجع اصور تاني، وبالمناسبه ده كان اخر السنه وده كان من ضمن الاهداف اللي حطيتها لنفسي ل 2023. المهم عشان ما اطولش عليكم والفيديو يبقى طويل، اللي عايز اقوله ان السنه اللي فاتت كانت من اصعب السنين اللي مرت علينا، كانت احداثها كتير وصعبه. وعلشان كده لو انت خرجت من السنه اللي فاتت بصحه كويسه ومحافظ على قيمك واخلاقك، وقعت في مشاكل وخرجت منها وعملت تضحيات حتى لو بسيطة وحافظت على وضعك او فضلت مستقر، انت عملت انجاز كبير يخليك تبدأ السنة الجديدة بحماس ان انت تحط اهداف جديدة وتشتغل عليها وان شاء الله تحققها. بس وانت بتحط اهداف السنة الجديدة عايزك تراعي شوية حاجات ان شاء الله تساعدك ان انت توصل لاهدافك، والكلام ليا قبل اي حد وبفكر نفسي بيه قبلكم. اول حاجة لازم تكتب اهدافك وتحددها كويس وتخليها دايما قدامك. ان شاء الله تكتبها في ورقه وتعلقها على مكتبك، تعلقها في اوضتك، المهم ان هي تبقى قدامك بشكل مستمر. واكتر حاجه ممكن تساعدك على الموضوع ده، بما اننا اكتر حاجه مش بتفارقنا هي الموبايل، انت ممكن تستخدم الموبايل ان انت تكتب اهدافك في نوت او في اي ابلكيشن يساعدك ان انت دايما تبص عليها وتعدل فيها او تضيف اي حاجه عليها وتسجل اي حاجه بتحصل او بتقربك لاهدافك. تاني حاجه خليك واقعي شويه، يعني وانت بتكتب وبتحدد اهدافك حاول تكون واقعي شويه للظروف اللي انت فيها او لامكانياتك، ان انت تحدد اهداف تكون تقدر ان انت تحققها. بلاش الحاجات الصعبه او المستحيله علشان تديك حافز ان انت تشتغل وتطور من نفسك وتحاول تحقق الاهداف اللي انت حطيتها. يعني مثلا ما تبقاش راكب 128 وتحط هدف السنه دي ان انت تركب بي ام، مع كامل الاحترام والتقدير طبعا للي راكبين 128، مش بنقلل منهم خالص وان شاء الله يغيروها للاحسن منها، بس حاول الموضوع يكون واقعي شويه ان انت تقدر تحققه. ولو انت تقدر تحقق ده فبالتوفيق وربنا يكرمك وتوصل للي انت حاطه لنفسك. يعني لو هدف كبير ممكن تجزئه لاهداف صغيره بحيث ان انت تقدر تحقق جزء منها فيديك حافز ان انت تكمل للجزء اللي بعده او للهدف اللي بعده لحد ما توصل للهدف النهائي اللي انت حطيته. المهم خلي اهدافك اعلى درجه او درجتين من امكانياتك الحاليه عشان تشتغل وتطور من نفسك ان انت تحققها. يعني خليك واقعي وانت بتحط اهدافك، بلاش حاجات خياليه او مستحيله. هو ان شاء الله مفيش حاجه مستحيله، بس احنا بنحط اهداف لفتره معينه عايزين نحققها عشان بعد كده ان شاء الله يبقى في اهداف جديده اعلى ان احنا برضو نشتغل عليها ونحققها. اخر واهم حاجه ان انت ترتب اهدافك الاسهل الاول ثم الاصعب، عشان لما تحقق اول هدف او الهدف الاسهل هيديك حافز ان انت تكمل للهدف اللي بعده وتكمل وتستمر ان انت تحقق باقي الاهداف. وانا بصور الفيديو ده حاسس ان انا لايف كوتش في نفسي قوي واول مره اقدم فيديو بالشكل ده، بس مش مهم، يا رب يكون عجبكم في النهايه ويكون مفيد. وما تنسوش اللايك والشير طبعا، واللي ما عملش اشتراك يشترك دلوقتي في القناه ويفعل زرار الجرس. واشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام.